بشار الأسد من الحكم إلى المنفى. لأكثر من عقدين ظل بشار الأسد شخصية محاطة بالجدل. تولى السلطة عام 2000 بعد وفاة والده حافظ الأسد، وورث دولة تعاني من تعقيدات متعددة. كثيرون تطلعوا إلى عهد جديد، خروج من القبضة الحديدية التي أحكمت سيطرتها على سوريا ل30 عاماً. لكن سرعان ما تلاشت تلك الآمال. الليلة نتعمق في حكم بشار الأسد المضطرب، وهي فترة اتسمت بوعود زائلة بالإصلاح، وقمع وحشي، وحرب أهلية مدمرة خلفت سوريا شبحاً لما كانت عليه. بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية تولى الحكم في عام 2005 بعد وفاة والده حافظ الأسد الذي حكم البلاد لأكثر من 30 عاماً. خلال فترة حكمه واجهت سوريا العديد من التحديات والأزمات. في الأيام الأولى من حكمه قدم الأسد طبيب العيون وليس الديكتاتور نفسه على أنه مجدد. تحدث عن إصلاحات اقتصادية وعن انفتاح سوريا على العالم. كانت هناك همسا حول التحرر السياسي، حول ربيع سوري محتمل قبل حلول فصل الشتاء. خصخصت بعض الصناعات التي تسيطر عليها الدولة، وتم تشجيع الاستثمار الأجنبي بحذر. وبدأ الإنترنت رغم مراقبته الشديدة يتيح لمحة عما وراء حدود سوريا المسيطر عليها بإحكام. لكن بالنسبة للعديد من السوريين كانت هذه الإصلاحات سطحية، وفشلت في معالجة الفساد المجذر وعدم المساواة الذين ابتلي بهم البلد. ظل الاقتصاد راكدا بالنسبة لمعظم الناس، وظلت قبضة نظام الأسد محكمة كما كانت دائما. بدا أن فجر سوريا الجديد الموعود لم يكن سوى سراب يتلألأ في الأفق. عام 2011 كان الربيع العربي يجتاح المنطقة ويطيح بالديكتاتوريين في تونس ومصر وليبيا. كانت رياح التغيير تهب حاملة معها آمال وتطلعات ملايين الأشخاص المتطلعين إلى الحرية والكرامة. في سوريا اندلعت الاحتجاجات التي أشعلتها في البداية اعتقال وتعذيب مراهقين تجرؤوا على كتابة شعارات ثورية على جدار مدرسة. ما بدأ كشرارة تحدي سرعان ما تحول إلى جحيم مشتعل من المعارضة. من أسواق حلب القديمة إلى ضواحي دمشق المترامية الأطراف خرج السوريون إلى الشوارع مطالبين بالإصلاح السياسي ووضع حد للفساد وإسقاط بشار الأسد. لكن قوبلت مناشداتهم بالرصاص وإراقة الدماء. رد النظام بقوة وحشية، مطلقا العنان لجهازه الأمني على المدنيين العزل، محول المظاهرات السلمية إلى مشاهد مذبحة لا تصدق. أشعل القمع الوحشي نيران التمرد. ما بدأ كاحتجاجات سلمية سرعان ما تحول إلى حرب أهلية وحشية، وضعت الجار في مواجهة جاره والصديق في مواجهة صديقه. ظهرت جماعات معارضة مسلحة، بعضها يتكون من منشقين عن الجيش السوري لتحدي حكم الأسد. أصبحت سوريا التي كانت ذات يوم منارة للتاريخ والثقافة القديمة ساحة معركة، وتحولت مدنها إلى أنقاض، ووقع شعبها في مرمى نيران متبادلة قاتلة. مع تصاعد الصراع ارتفع عدد القتلى، لقي مئات الآلاف حتفهم، ضحايا الغارات الجوية والبراميل المتفجرة والهجمات الكيميائية. شاهد العالم برعب صور الفظائع التي لا توصف، والتي ظهرت من مدن حمص وحلب ودوما المحاصرة. ترك الشعب السوري العالق في دوامة العنف واليأس أمام خيار مستحيل: الهروب أو مواجهة الموت الحتمي. الفصل الرابع. أصبحت الحرب الأهلية السورية نقطة جذب للقوى الأجنبية، ولكل منها أجندتها الخاصة ومصالحها الخاصة. تدخلت روسيا وإيران وحزب الله لصالح نظام الأسد، مما عزز قدراته العسكرية وقلب موازين الحرب. على الجانب الآخر قدمت الولايات المتحدة وتركيا ودول الخليج العربية الدعم لمختلف الجماعات المتمردة، مما زاد من تأجيج الصراع. أصبحت ساحة المعركة السورية حرباً بالوكالة،
ولوحة شطرنج جيوسياسية يتوقف فيها مصير أمة وشعبها. فشلت الدبلوماسية الدولية في وضع حد للقتال، وانهارت محادثات السلام، واستمر الشعب السوري في دفع ثمن حرب لم تعد حربهم. الفصل الخامس: إن التكلفة البشرية للحرب الأهلية السورية تكاد تكون غير قابلة للفهم. نزح الملايين، وأجبروا على الفرار من ديارهم والبحث عن ملجأ في دول الجوار مثل لبنان والأردن وتركيا، أو الشروع في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا. أصبحت صورة العائلات السورية اليائسة المكتظة في قوارب مكتظة تخاطر بحياتها من أجل فرصة لحياة أفضل، تمثل إدانة لاذعة لفشل العالم في إنهاء الصراع. داخل سوريا وصلت الأزمة الإنسانية إلى أبعاد كارثية. تم قصف المستشفيات، واستهدفت المدارس، وتعرض المدنيون للجوع عمدا. وصفت الأمم المتحدة الوضع بأنه أسوأ كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، وهو وصمة عار على ضمير الإنسانية. الفصل السادس: بدعم من روسيا وإيران، استعاد نظام الأسد تدريجياً السيطرة على معظم أنحاء سوريا. مدينة تلو الأخرى وبلدة تلو الأخرى أعاد الجيش السوري، الذي غالباً ما اتهم بالقصف العشوائي وجرائم الحرب، تأكيد سلطته. تم دحر الجماعات المتمردة، وسقطت معاقلها الواحدة تلو الأخرى. بدأ أن النصر في متناول يد الأسد، لكن الحرب لم تنتهي بعد. لا تزال جيوب المقاومة موجودة، والبلاد عبارة عن قوقعة محطمة لما كانت عليه. الاقتصاد في حالة خراب، والبنية التحتية مدمرة، والملايين نازحون. ندوب الحرب الجسدية والنفسية عميقة، وسيكون طريق التعافي طويلا وشاقا. ربما نجا بشار الأسد من الحرب، لكن بلاده وشعبه ما زالوا منقسمين بشدة. يصارع المجتمع الدولي مع كيفية إعادة بناء دولة مزقتها الصراعات، وكيفية محاسبة المسؤولين عن الفظائع، وكيفية ضمان سلام دائم في منطقة ممزقة بسبب الطائفية والعنف. يستحق الشعب السوري الذي تحمل معاناة لا تصدق مستقبلاً خالياً من الخوف، مستقبلاً يمكن فيه سماع أصواتهم واحترام حقوقهم. سيكون الطريق مقبل طويلاً وصعباً، لكن الأمل في غد أفضل لا يزال موجوداً، وهو دليل على مرونة الروح البشرية. كما رأينا الليلة، فإن قصة سوريا لا تتعلق برجل واحد فقط، بل تتعلق بملايين الأفراد العالقين في مرمى نيران التاريخ. يجب ألا تنسى قصصهم ونضالاتهم أبداً.